السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. انا اسمي هبة وقناة اسمها هبة كيتشن. للي اول مرة يشوف قناتي ان شاء الله باذن الله هوريكم النهاردة انا اليوم معايا كنت عاملة فيه ايه وفطرت ايه، وهشارك كل ده معاكم النهاردة. بدأت طبعا اليوم من اوله، الكلام ده كان الصبح طبعا بدري. بدأت من الاول بالزبادي علشان الحق اعمله ويلحق يتعمل معايا واحطه في التلاجة ويتماسك علشان كمان يكون جاهز وقت السحور. بدأت بالزبادي، هنسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه لازم يكون اللبن اللي هستخدمه للزبادي يكون لبن يعني كامل الدسم، يكون بخيره يعني. اكيد انتوا فاهمين انا قصدي ايه. اللبن ده طبعا جميل جدا وجودته عاليه، وانا مش اول مره اشتغل بيه. طول شهر رمضان كنت بستخدمه. كنت معايا كان معايا كيلو من الحليب، حطيت عليه نص علبه من الزبادي. وطبعا انتوا كان باين لكم في اول الفيديو ان انا حطيته في الخلاط، حطيت الزبادي في الخلاط، حطيت هي معلقه واحده كبيره من الزبادي في الخلاط، في شفشق الخلاط، ونزلت عليها باللبن اللي هو لتر من الحليب. واللبن كمان اراعي ان هو يكون درجه حرارته زي دمعه العين، يعني اكون لما احط ايدي كده فيه استحمله زي ما وريتكم في الفيديو. وهبدا ان انا اضرب اللبن الحليب بالزبادي في الخلاط علشان كمان يديني فوم، واضمن ان الزبادي كله هو ده اللي كان متبقي من الزبادي، واضمن ان الزبادي كله يكون ناعم ومتجانس معايا. ضربت الكلام ده كله مع بعضه في الخلاط. هبدا ان انا هعبي الزبادي معايا، هحطه بقى في البولات او في الكوبايات اللي هعمل فيها ايا كان. وهبدا ان انا اجيب صينيه او اي حاجه احط فيها البولات دي زي ما انتم شايفين كده. ببدا ان انا ارص البولات اللي معايا اللي فيها الزبادي. وهعمل ايه بقى؟ هجيب ميه بتغلي. هنا انا سايبه اخر مكان، اخر بوله اهو، علشان هو ده المكان اللي هنحط فيه، هحط منه الميه اللي بتغلي. هجيب الميه المغليه، وكل ما يكون الحليب جودته عاليه ويكون بخيره هيديني طبعا نتيجه افضل، والزبادي هيكون ليه وش كده وهيكون طعمه جميل وكريمي. هحط بقى الميه المغليه، هامله لحد نص البوله اللي معايا او الكوبايه لحد النص. هوريكم دلوقتي، انا مش بشاور لكم اهو، بوريكم ان انا كده حطيت ميه لحد النص. دي ميه مغليه، لازم الميه تكون مغليه اهو. وهبدا بقى ان انا هحط اخر بوله معايا في المكان اللي انا كنت سايباه ده عشان احط منه الميه، علشان اضمن ان الميه ما تدلقش معايا في البولات وتيجي على الزبادي. هنا خلاص، وانا كده عملت الزبادي سهل بمنتهى السهوله، ما فيهوش اي صعوبه، بيتعمل يعني ما بياخدش دقيقتين على بعض. انت يا دوبك بس بنضرب الزبادي مع الحليب في الخلاط، وبعد كده بنفضي في البولات او الكوبايات اللي هنعمل فيها كده. بقى خلاص هغطيه بقى باي حاجه عندي. طبعا انا عندي، عشان انا عندي الصاج ده حجمه اكبر من الصاج اللي انا حاطه فيه البولات، فبغطي بيه علشان اضمن ان هو يكتم البخار والزبادي يبقى مظبوط معاه. هبدا ان انا اسيبه بقى كده اهو على جنب، هسيبه لمده 5 ساعات. 5 ساعات. هنا بقى سيبته كان خلاص كده، كان تماسك وحطيته في التلاجة. وده الشكل النهائي للزبادي، وانا مميله الكوبايه اهو قصداها علشان اوريكم ان الزبادي هنا كان تمام خلاص، بقى زي الفل. نيجي بقى للحلو بتاعنا في اليوم ده. انا في اليوم ده عملت ايه بقى؟ انا كان عندي بسبوسه كانت متبقيه من اليوم اللي قبله. كنت انا عامله بسبوسه في اليوم اللي قبله، والفيديو البسبوسه منزلها لكم على القناه. ومن شكلها كده باين عليها ان هي كانت طريه طبعا. كده كان عندي كام حته بسبوسه كانوا متبقيين يعني. كان معايا حبه كنافه برضو، دي كانت متفرزينه عندي. الكنافه دي بدات ان انا اكسرها لحد ما نعمتها وحمرتها على البوتاجاز بحبه سمنه، ونكتر السمنه وبعد كده نبقى نشيل السمنه الزياده علشان اضمن ان هي تديني اللون الجولد الجميل ده. بدات ان انا بعد ما هي الكنافه بردت، بدات ان انا نزلت عليها بمعلقتين بالعدد بس من السيرب اللي معايا، علشان ما تبقاش مسكره قوي يعني، والدنيا تبقى يعني العمليه السكر يبقى زايد مني كتير. بدات ان انا جبت بقى البولات اللي انا هحط فيها القنبله دي. ما هي القنبله احنا اللي بنشتريها من بره بتبقى عباره عن برضو بسبوسه وكنافه وفواكه وعصير فواكه. هنشوف دلوقتي. حطيت معلقه من الكنافه في الكاس من تحت، وحطيت عليها حته قطعه من البسبوسه وفتفتها، وبدات عملت كل اللي انا عملته ده في كل البولات اللي معايا او الكاسات اللي معايا. طبعا بقى عايزه تحطي مكسرات هتحطي اللي عندك او الموجود، هتمشي نفسك بيه. انا حبيت اعمل صنف من بواقي صنف كان في اليوم اللي قبله.
بدات بقى ان انا كان عندي برضو مانجا وكان عندي فراوله، كانوا متفرزنين برضو، كانوا عندي كنت محضراهم لرمضان. بدات ان انا نزلت كيس فراوله وكيس مانجا، والمانجا دي انا كنت مقطعاها. بدات وهنا بحط بقى عصير المانجا اللي هو نزل منها يعني، علشان كمان تطري معايا الكنافه. طبعا انا في الوقت ده كنت متبهدله جدا، وكنت بدات ان انا كنت حضرت الاكل، كنت سايباه في الفرن، وكنت بعمل الصنف الحلو. هنا حطيت عليها كريم شانتيه، وهحط بقى كمان فراوله. بعد ما حطيت المانجا حطيت كريم شانتيه وهحط فراوله، وهنا بنزل بالصوص اللي نازل من الفراوله، وكده بتكون معايا جاهزه. هبدا اكرر اللي انا عملته ده في كل الكاسات اللي معايا لحد ما اخلص الكميه كلها. هوريكم دلوقتي الشكل النهائي يكون عامل ازاي. طعمها كان تحفه بجد، كان طعمها كان تحفه اهو. وده الشكل النهائي، وكل سنه وانتم طيبين، يا رب تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. هنشوف دلوقتي انا فطرت ايه في اليوم ده، عملت ايه، بس انا ما صورتوش معاكم لان اليوم ده كان الله المستعان، اليوم ده كان متعب جدا، ما عرفتش اصور معاكم. وبعدين كمان انا في اليوم ده كنت عامله مكرونه بشاميل، وانا مصوراها قبل كده معاكم ومنزلها لكم، يعني هتلاقوها على القناه. ما حبيتش اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، قلت كفايه الزبادي وكفايه القنبله عملتها معاكم. وهوريكم في الاخر الاكل وانا حاطاه جنب يعني رصه السفره بتاعتي اهي. كنت عامله بانيه، وكنت عامله مكرونه بشاميل. هنا ما كنتش لسه قطعتها، كانت سخنه، ما رضيتش اقطعها عشان ما تتفتفتش مني، فاضطريت ان انا اصورها زي ما هي كده. وهنا كمان كان الحلو اهو جنبه. وكده كان خلاص، هو ده فطاري لليوم ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت معاكم هبه، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.